شنو هو تعريف الوسطية؟ الوسطية هي جبهة الآن بدينا في إقامتها، قاعدين نبعث فيها، تضم الآن 9 أحزاب تبني مخططها على العمل السياسي الميداني بدون خلفية استقطاب إيديولوجي، تعمل من أجل معناها الاستحقاق الانتخابي في 24 جويلية حتى نكون ممثلين في المجلس التأسيسي، ولكن الهدف نتاعنا هو العمل لما بعد 24 جويلية. في اعتقادي الآن أن مصطلح الوسطية أصبح يستعمل في السياسة التونسية حاليا للتدليل على مجموعة من الأفكار والتوجهات السياسية والفكرية التي يتجنب أصحابها الوقوع في الراديكالية أو التطرف بالعبارة الشائعة، سواء على المستوى الديني أو على المستوى المذهبي أو على المستوى السياسي. الوسطية أساسا من حيث جانبها الفكري وجانبها الفلسفي تعتبر أننا نتجاوز الاستقطابات الإيديولوجية، ونعتبر أن العمل السياسي أو المستقبل الفعل السياسي داخل تونس يتجاوز الاستقطابات الإيديولوجية التي نراها تضخمت هذه الأيام. بدي كلمة نقترحها أنه ما عادش تستعملوا كلمة اللعبة الديمقراطية، لأن الديمقراطية ماهيش لعبة، صحيح كلمة تتقال، ولكن في وضعنا الحالي كلمة خطيرة ياسر. شو الإنسان يلعب؟ يعمل لعبة ممن ولا مش ممن بالمبادئ هذه، هذا الرسل الحكم ونعمل الحكم. أولا نحن كأحزاب وسطية كحزب المجد مثلا نريد أن نخرج السياسة من دائرة ومن قفص ومن سجن الإيديولوجيا إلى دائرة السياسة التي تحرص على خدمة الناس انطلاقا من مشاكل الناس وانطلاقا من التحديات ومن المشاكل ومن الانتظارات متاع التوانسة. التحالف موش ضد، هو من أجل، ثم تحالفات ضد، ما احنا تحالف من أجل تونس وتحالف من أجل التونسيين، تحالف من أن ننقذ بلادنا من الانحرافات على اليمين وعلى الشمال، وأن ننقذها أيضا من حالة الاستقطاب المقيتة اللي موجودة اليوم واللي ممكن تعمل نوع من الاحتقان بين تيارات استلابية وبين تيارات أخرى دينية شرقية. هدفنا أن نحفظ بلدنا وأن تحالفنا هذا الكل هو من أجل تونس. في الحقيقة ما هوش ضد حتى حد، هو معناها يعبر عن ذاته، هو ما هوش معناها ضد لا اليمين ولا اليسار، وإنما هو يعبر على ذاته، يعبر على وجوده كبقية التجمعات أو الأحزاب. من الناس من تقول له عم فيسمع زي ويكتب قيس ويقرأ خالدا. كيف يعقل بأنه إنسان يقول نحن مسلمون ثم يقول يتبرأ من الإسلام؟ التحالف لا يعني ضد، التحالف يعني نضع أيدينا في معناها في دين بعضنا ونشتغل مع بعض. ماهوش اجتماعنا اليوم معناه الهدف منه انه باش نقصيو طرف او نتكتلوا من اجل الغاء طرف او باش نخدموا من اجل تهميش مجموعه او حزب بعينه. بالعكس، بابنا مفتوح الى الجميع، مرحبا بكل من يريد ان يشارك ويساهم معنا. تحالف ليس موجها لاي قطب او لاي جبهه، بقدر ما هو محاوله لاثراء الارضيه السياسيه في بلادنا ومحاوله لاثراء التجربه الانتخابية وتقديم أبعاد جديدة في هذه التجربة، وليس موجهة لا ضد هذه الجبهة أو ضد الجبهة الأخرى. بناء الجبهات يبدأ بتحديد ما هي تحديد القواسم المشتركة، ثم ستبنى الهوية الجماعية لما تدخل في التفاصيل. كثر الحديث في تونس هذه المدة على تذرر الحياة الحزبية في تونس، يعني الآن عندنا 55 حزب. هذا التذرر لن يكون في صالح بناء التجربة الديمقراطية في تونس بقدر ما هو ظاهرة طبيعية، ولكنها يجب أن تكون ظاهرة مؤقتة. إذن لكي يقع إعادة بناء للحياة الحزبية في تونس، هذه الأحزاب الصغيرة تحتاج إلى أن تلتقي، أن تنسق فيما بينها، أن يرتقي هذا التنسيق إلى مستوى بناء الجبهات، ولما لا الاندماج في مرحلة قادمة.